السلام عليكم. تخيل معايا انك تكون خدام في وسط الصحراء ما بيك ما عليك، وفجأة غادي تبدا تسمع اصوات طبول واغاني في انصاف الليل. دابا غادي تقول مع راسك عادي فيها مجموعة ديال الناس زاين مع راسهم مناشطين، ما كاين لاش نخاف. ولكن الصدمة هي فاش تبغي تمشي تشوف اش واقع حتى تلقى راسك محاصر وسط قرية من الجن. هادشي اللي قلنا دابا وقع في علال جوج عساكرية ليبيين، وبالضبط بين الحدود الصحراوية الليبية التشادية. قبل ما نبداو في سرد احداث القصة، ما تنساش دير معاك واحد اللايك وتهبط دير ديك ابوني الى اول مرة غادي تشوف هاد القناة، وشي تعليق محفز باش يطلع الفيديو عند بزاف ديال الناس. ودابا زير معايا ديك الصمتة ويلا بينا. القصة ديالنا كدور احداثها في الصحراء الليبية، وبالضبط في منطقة سميتها قطاع اوزو. في هذه المنطقة كان واحد النزاع مسلح بين الجيش الليبي والتشادي. كما قلت لكم هذه القصة وقعت لجوج عساكرية ليبيين اللي كانوا مشتركين حتى هما في هذا النزاع. المهم هاد جوج عساكرية مشاو لتماك على اساس الخدمة العسكرية، ولكن غادي يدوزوا واحد الليلة في قمة الرعب مع الجن. القصة كتبدا بعد ما تخرج محمود من المدرسة العسكرية الليبية. هو النيت اللي عاود هاد القصة هادي. انتما كتعرفوا اي واحد يلاه تخرج ضروري كيدوز واحد المدة في الصحراء، وهو من زهرو لاحو في صحراء اوزو. صراحة هاد الصحراء صحراء قاحلة ما فيهاش حس الحياة، عامرة الغام واسلاك شائكة، واقرب مدينة ليها بعيدة منها بعشرات الكيلومترات. المهم محمود بعد ما التحق بالجيش الليبي انضم لشي كتائب عسكرية اللي غادي تفرقوا على مجموعة من النقاط الحدودية بين تشاد وليبيا. وحطوا محمود هو وتسعود ديال الجنود في واحد المنطقة، وفرقوا الجنود اللي بقاو في نقاط عسكرية اخرى. ومحمود اللي معاه باقيين جداد ما عارفين والو على هاد المنطقة اللي حطوهم فيها. كانت هاد النقطة العسكرية فيها جوج ديال البراك متباعدين على بعضياتهم بشي 100 متر تقريبا، وكل براكة فوقها شبكة تمويه بنفس اللون ديال الرملة. يعني ديك الشبكة كتاخد نفس اللون ديال المحيط اللي داير بها باش تموه العدو. المهم هاد البرارك هما فين كياكلوا وكينعسوا وكيطيبوا ماكلتهم. هاد المنطقة ما فيها لا ضو لا ماء لا والو، الحياة شي منعدمة ما فيها. ومن السيمانة للسيمانة كيجي واحد الرموك ديال العسكر كيعمر ليهم البرامل ديال الماء وكيحط ليهم الماءونة ديال ديك السيمانة كاملة. المهم محمود كيقول ان الجنود القدام اللي كانوا قبل منا علمونا كيفاش نخدموها، شنو نديرو وشنو ما نديروش. مثلا قالوا لنا بالليل ما تشعلوش اي منبع ديال الضوء، لانه في اي لحظه يقدر يرصدك شي قناص ديال العدو وتولي في خبر كان. المهم كل واحد فينا غادي يشد البوست ديالو وموجد السلاح ديالو في يديه. كانت هذه هي الليله الاولانيه في السربيس. حنا في المناوبه الليليه ديالنا كانت الامور طبيعيه وكلشي على ما يرام، حتى لواحد اللحظه بدينا كنسمعوا اصوات محركات السيارات العسكريه جايين للجهه ديالنا. كل واحد شد السلاح ديالو في يديه وموجدين باش نطلقوا النار على اي واحد هجم علينا. ولكن الحاجه اللي خلاتني حار هي داك الصوت غادي وكيقرب والضو ديال السيارات ما كاينش. خديت المنظار الليلي ديالي وبقيت كنقرب وكنشوف ربما نقدر نصد في كاينين دوك السيارات، ولكن والو ما كاين حتى شي حاجه. خفني يمكن يكون هذا شي فخ او العدو بغى يدير شي هجوم مباغت او شي حاجه بحال هكا. داكشي علاش لقنا طلقات تحذيريه في الهواء تحذيرا ليهم. فجاه دوك الاصوات حبسات بحال ما كانت حتى شي حاجه. حنا ما فهمنا والو في هذه اللحظه هذه، واش العدو كان بغى يهجم وتردد او مجرد تهديد او شي حاجه اخرى. المهم هكذا بدات الليله الاولى هنايا. ولكن ما خفي كان اعظم. القائد ديال المجموعه العسكريه ديالنا طلب منا حاله تاهب قصوى بعد هادشي اللي وقع، وامرنا كل جوج يشدوا العسا في بلاصه باش نحميو الحدود حتى يطلع النهار. انا تحطيت مع واحد الجندي سميتو مختار ومشينا للبلاصه اللي غادي ندوزو فيها العسا. انا متكي هنايا وصاحبي مختار حتى هو متكي وبعيد عليه تقريبا بشي 5 متر. كل واحد فينا شاد السلاح ديالو في يديه وراه دير البال مع الخلا اللي كاين قدامنا. شويه كنحس بشي واحد كيضرب ليا في الكتف ديالي زعما باش ندور نتكلم ليه. انا بطبيعه الحال غادي يطيح ليا مختار في بالي، قلت ليه شبيت يا مختار خاصك شي حاجه ولا ما ندور وجي عنده. شويه عاود بدا كيضرب ليا في الكتف ديالي، قلت ليه شبيت يا مختار الا بغيتي شي حاجه قولها من تماك بلا ما تجي حتى لهنا راني كنسمع. في المره الثالثه عاد غادي ندور وجي لعنده. فاش درت غادي نلقاو ورايا واحد حاجه واقفه متشكله على هيئه بنادم، ولكن كله ظلام كيبان فيه غير عينيه. ما عادش في داكشي تعوذت بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي لحظه اختفى داكشي في مره بحال الا ما كاين والو. هنا بديت كنتوسوس، واش هادشي شفت دابا؟ واش هادشي بصح ولا غير كنتخايل؟ لا واقيلا هادشي غير تهيؤات بسبب العيا ديال السفر او اول مره غادي نخدم في الصحراء. ولكن انا متاكد بلي شي حاجه قاستني في كتفي، ومازال كاع ما استوعبت هادشي اللي طرا ليا. حتى كنسمع المختار كيعيط ليا من الجهه ديالو كيقول لي بركه من داك الضحك الباسل، واش انت اللي كضربني بالحصى دوك الحجرات الصغار؟ قلت ليه لا ماشي انا اللي لحت عليك داكشي. قربت ليه وقلت ليه راه حتى انا غير دابا شي حاجه قاستني في كتفي. سحب لي واش انت اللي بغيتي شي حاجه؟ قال لي لا ماشي انا ما تحركت من بلاصتي كاع. انا كنحاولوا نستوعبوا داكشي اللي طرا لينا، واش هادشي من افعال ديال الجين ولا غير تهيؤات. حتى كنسمعوا القائد ديال الكتيبه ديالنا كيبلغنا في اللاسلكي يقول لينا بلي خصنا نمشطوا المنطقه كل جوج ياخذوا اتجاه، يعني نتمشاو على رجلينا ونشوفوا واش كاين شي توغل ديال العدو او شي اختراق ديال الحدود.
لان في هاد البلاصه بالضبط ما كاينش غير العسكر التشادي بوحدو، كاينين حتى مهربين ديال السلاح والمخدرات وزيد وزيد، وحتى هما كيكونوا عصابات مسلحه، ولا جاتهم الفرصه راه غادي يقتلوك بلا ما يفكروا. المهم جمعنا الوقفه، بقينا كنتمشاو كنراقبوا المنطقه في داك الظلام الدامس على مد البصر. وقال لنا القائد الا شفتوا اي حاجه تلقوا جوج رصاصات تحذيريه في الهواء وحنا غادي نلحقوا عليكم ديك الساعه. المهم بقينا كنمشطوا في المنطقه ديالنا اللي كان فيها تقريبا شي كيلومتر ونص، مشينا شي كيلومتر بحال هكاك حتى غادي نبداو نسمعوا شي اصوات ديال طوبول ومزامير واغاني. انا قلت المختار واش كتسمع فهادشي اللي كنسمع؟ قال لي كنسمع. كان قدامنا واحد التل رملي اللي مرتفع علينا واحد شويه، قلت ليه اش بان لك مختار نطلعوا فوق هاد التل هذا باش نعرفوا المصدر ديال هاد الغنى منين جاي. المهم طلعنا فوق هاد التل هذا وغادي تبان لينا واحد العافيه شاعله تقريبا على بعد شي 100 متر، وغادي نشوفوا خيام اللي كثيره والناس اللي كثار، ولاد صغار وعيالات ورجال كانوا كيغنيو وكيرقصوا على انغام ديك الموسيقى. ما كانوش باينين لنا مزيان من داك البواد، ولكن كنا متاكدين باللي هادو بشر. تقريبا قدرت نسمع اللغه اللي كانوا كيهضروا بها، كانوا كيتكلموا باللغه الامازيغيه. قال المختار هادو واقيلا هما الطوارق، واللي ما عرفش الطوارق هما دوك الامازيغ الرحال اللي كيعيشوا في الصحراء الافريقيه وكيتسموا كذلك بالشعب الازرق، حيت معروفين كيلبسوا دوك الدراعيات الزرق. قلت المختار اش بان لك نطلقوا جوج طلقات تحذيريه باش نعلموا القائد ديال الكتيب ويجي هو يتصرف براسو؟ قال لي المختار لا بلاش، ما نظنش ان هادو ناويين على شر، باينين هادو بلي ناس مسالمين وغاروا حال، خلينا هنا نترقبوا ونحديو شنو غادي يديروا. وانا مختار جالسين كنهضروا من غانسين في الهضره، حتى فجاه غادي يوقف علينا واحد الراجل ما عرفناه منين يتسلط علينا، حيت حنا كنا فوق التل وكلشي قدامنا باين، كلشي كنشوفو، يعني كون طلع كون شفناه او حسينا به. دماغي طبلوكا في هاد اللحظه. سولتو قلت ليه كي درتي انت طلعتي لهنايا بلا ما نشوفوك او نحسو بيه؟ وهنا غادي يجاوبنا وغادي يهضر معنا باللغه العربيه الفصحى، ماشي باللغه ديال الطوارئ كيف ما توقعنا. قلنا شكون وصلكم لهنايا؟ قلنا ليه بلي حنا عسكر ليبيين كنديروا خدمتنا كنمشطوا المنطقه. هو يقول لنا يلا ومعايا تفضلوا مرحبا بكم. غادي نتشاور مع مختار وغادي نمشيو معاه، وحنا نازلين من فوق التل وغاديين معاه. قال لنا بلي حنا كنعيشوا في الصحراء، وبقى كيعاود لينا على الاحوال ديالهم كيفاش كيعيشوا تماك. فاش قربنا نوصلوا للخيام ديالهم قال لنا ما تهضروا مع حتى واحد وما تشوفوا في حد، وما تدوروا لا اليمين لا اليسار، بقاو تشوفوا قدامكم وحضروا عينيكم. انا جاتني هاد الهضره غريبه، ولكن قلت يقدر تكون وحده من الطقوس ديالهم. غادي نديروا بالهضره ديالو ودخلنا وحنا حاضرين ريوسنا، ما شفنا لا في عيالات ولا في رجال، كنا تابعين غير الخطوات ديال رجلي حتى غادي دخلنا لواحد الخيمه معزوله. قلنا جلسوا مرحبا بكم. جلسنا وكانت واحد الريحه ديال الشوا كتشهي، كانوا كيشويو وحنا كنا ميتين بالجوع، ساعات هادي ما كلينا. بقينا جالسين انا مختار حتى بدينا كنسمعوا في داك الراجل اللي جابنا كيدوي مع دوك الناس، ولكن ما كانش كيدوي معاهم باللغه العربيه كيف ما دوا معنا حنايا قبيل. كان كيدوي بواحد اللغه اول مره غادي نسمعها في حياتي، حتى من الامازيغيه ما كتشبهش ليها. انا قلت مع راسي هذه 100% غادي تكون اللغه ديال الطوارق. المهم درنا بداكشي اللي قال لنا داك السيد اللي جابنا، بقينا حاضرين راسنا وما كنهضروا مع حد وما كنشوفوا في حد، حتى لواحد اللحظه غادي ينوض واحد السيد من دوك الناس اللي كانوا جالسين معنا وغادي يمشي يبدا يقطع في اللحم وكيحط في الطباصل. وحده كل واحد فينا غادي يحط واحد الطبسيل ديال اللحم، كانت الريحه ديالو كتشهي. بدينا كناكلو، المذاق ديالو كان لذيذ بزاف. ما بيتش نبالغ الا قلت لكم هذه اول مره غادي ناكل شي لحم بهاد اللذه هادي، وبالخصوص ان هاد الروحه الماشيه ديالهم كتاكل غير الحوايج الطبيعيه بحال الاعشاب واوراق الشجر. المهم كليت انا غير شويه وقلت الله يجعل البركه، ولكن كنشوف مختار غير كياكل ما باش يوقف. انا ساليت ماكلتي وسهيت حتى نسيت داكشي اللي قال لينا داك السيد. هزيت راسي وانا نبقى نشوف واحد السيد جالس قدامي، هو كان راجل عادي بحالي بحالو، عنده رجلين ويدين، ولكن الوجه ديالو هو فاش كاينه المصيبه. الوجه ديالو مسح كامل، ما فيش حس الملامح، لا عينين لا نيف ولا حتى فم. انا بقيت غير كنشوف فيه وعيني وساعه من كثره الصدمه، كندوز لذاك اللي حداه حتى هو نفس الشيء، كلهم بحال بحال. انا هنا بلا ما نوصف لكم الشعور ديالي، ما كرهتش الارض تصرتني او شي حاجه يطيرني من تما. في نفس الوقت ما بغيتش نبين ليهم لا توقعينا شي حاجه الله يحفظ. درت عند المختار بديت كنبه، ولكن هو كان منغمس في الاكل ديالو. حتى لواحد اللحظه غادي يشوف فيا وغادي يقول لي اش كاين. قلت لي شوف لي اش واقع. غادي يهز راسو وغادي يبقى يشوف فيهم. من كثرة الرعب اللي شدو في ديك اللحظه غادي يقول بلا ما يحس اعوذ بالله مشط الراجيم اعوذ بالله مشط الراجيم. بقى كيعاودها مرات كثيره. في لمح البصر كلشي غادي يختفي من قدامنا وكأن شيئا لم يكن. جا عندي كيجري وقال لي هادشي اللي واقع اشنو كنا كناكلو بعدا. مختار غادي يضرب عليه يدي وغادي يضرب عليه يدي تا انا وغادي يلقاهم كحلين بالحموم. كنا كناكلو الحموم. قلت المختار اعوذ بالله مشط الراجيم يلا نحيدو من هنا قبل ما توقع لنا شي حاجه الله يحضر السلامه. وحنا في الطريق مختار مصانا بداو كيتقطعوا عليه لانه كتر بزاف من ديك الماكله اللي كانت عباره عن حموم. قال لي شد عليا العسا وانا غادي نمشي نقضي حاجتي ونجي.
مختار غادي يبعد مني تقريبا مشي 10 متر، وانا كنت عاطيه بالضرب لما يجيو ونكملوا طريقنا. شويه حتى كنسمعو كيغوت ويقول محمود عتقني، محمود. غادي نمشي عنده دغيا وغادي نلقى طايح في الارض واقف عليه كلب كبير ولونو كحل كيبانو فيه غير عيني. انا غادي نوجد السلاح ديالي باش نقتلو، غادي نهز راسي في الكلب غادي نلقاه اختفى. قلت لمختار نوض دغيا، خصنا نمشيو من هنا، هادشي ما كيبشرش بالخير. بقينا غاديين وكنصارعوا في الخطوات ديالنا حتى لواحد اللحظه بدينا كنسمعوا الصوت ديال طانين ديال النحل في ودنينا. كندوروا على اليمين على اليسار ولكن والو، حسيت النحل ما كاينش. قلت للمختار غير تجاهل هذا الصوت هذا راه غير وهم. بقينا غاديين في الطريق وحنا همنا الوحيد هو نوصلوا للمعسكر ديالنا. حتى غادي نلقاو قدامنا شي حاجه ملويه في طوبيل بحال شي انسان مكفن وكيتركل على اليمين وعلى اليسار وكيوقف وكيطيح. المختار من الخوف اللي شدو غادي يبغي يتيري فيه ويقتلو. قلت ليه مختار لا وياك تقتلو، راه هذا من الجين. يلا نقلبوا الطريق من الجهه الاخرى. جينا كنجريو والمختار شاد في كرشو حتى قربنا من المعسكر ديالنا، وتما بدينا كنسمعوا تاني الصوت ديال الطوبول ومزامير. قلت المختار كتسمع هادشي اللي كنسمع؟ درنا مورانا وكتبان لنا نفس العافيه الكبيره وكيبان لنا نفس داك الراجل على بعد امتار منا وكيشير لينا وكيدير لنا ديك الحركه ديال اجي واجي. قلت المختار ما تعاودش الدور موراك. شدينا ريتم واحد حتى وصلنا للمعسكر. شافونا العسكر القدام بحال هكاك مخلوعين وكنلعبوا، والمختار شاد في كرشو. هنا عرفوا بلي الجين اللي دار فينا هاد الحاله هادي. دخلنا وسط قريه ديال الجين والصحراء بلا ما نشعروا. القائد ديال الكتيبه غادي يعاقبنا في ديك الليله انا ومختار، حيت اولا تعطلنا على الرجوع وتاني حاجه درنا داكشي اللي في راسنا بلا ما نتشاوروا معاه. حيت هو قال لنا تشوفوا اي حاجه تلقوا جوج طلقات تحذيريه في الهواء باش نلحقوا عليكم. كانت العقوبه هي ما غاديش نشدوا الراحه في ديك الليله واخا كنا سالينا السربيس ديالنا. المهم مشينا تاني شدينا بلايصنا والمختار جالس كيتألم ومصارنو كيتقطعوا حتى غادي ينوض يمشي يقضي حاجته. غادي يبعد عليها واحد شويه حتى غادي يبدا يسمع في الصوت ديال مو كتعيط ليه، وحتى انا سمعت نفس الصوت ديال المراه كتعيط مختار. عيط ليا وقال لي محمود واش كتسمع الصوت ديال امي كتعيط ليا؟ قلت ليه نعس الشيطان مختار، شنو غادي يوصل امك لوسط هاد الصحراء؟ هادو راه غير هما اللي كيتلاعبوا بي وهي كتبع داك الصوت. غادي يسالي مختار وغادي يرجع يشد بلاصتو حتى شويه كنحسوا بواحد النسمه ديال البرد بارده ضرباتنا لوجهنا. ومن بعدها بان قدامنا نفس داك الراجل اللي كان دخلنا وسط ديك القبيله ديال الجيل، ولكن هاد المره كان كحل وكيخلع بحال الا محروق. ولما كثرت الخلعه زيد السلاح ديالي وطلقت عليه جوج طلقات وفي لمح البصر اختفى داكشي بحال ما كان حتى شي حاجه واقفه قدامنا. هربت انا ومختار من تماك وطلعنا للبرارك اللي فيهم العسكر صحابنا. وحنا طالعين لدوك البرارك لقينا العسكر جايين لجيتنا. قالوا لينا اشنو واقع؟ راه سمعنا الصوت ديال الرصاص. هنا قلت لهم داكشي اللي شفت، ومختار راه قتلوا الاسهال ما يقدرش يكمل المناوبه الليليه ديالو. تما غادي يتدخل القائد ديال الكتيبه وغادي امر جوج جنود باش يشدوا البلايص ديالنا، وانا مختار غادي يطلب من القياده باش يجيو ياخذونا الغد ليه، حيت كيف ما قال ما نصلحوش ليه تماك. الليله الاولى لينا تماك وشوف اش درنا. المهم الغد ليه غادي تجي القياده وغادي ياخذونا وغادي يعاقبونا بشهر ديال الحبس لواحد. خذ هنا كتسالي القصه ديالهم، ولا وصلتي حتى لهنا يعني عجبتك القصه، اذا حتى انت ما تبخلش علينا بواحد لايك وابوني باش تكبر العائله ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله.